في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول في التعاقد مع اللاعب الدولي أحمد عيد عبد الملك. يسعدنا أن يكون معنا اللاعب في لقاء خاص مع المركز الإعلامي للنادي المصري. بداية برحب بك يا كابتن. اهلا بيك وبرحب بيكم طبعا، ومبسوط جدا ان انا موجود هنا في النادي المصري وبالترحاب اللي موجود دلوقتي يعني. كابتن، كنا حابين نتعرف من حضرتك على كواليس التفاوض. والله هي الكواليس يعني ما خدتش اكتر من 10 دقايق او ربع ساعة في التليفون، ومن طبعا من خلال كابتن ابراهيم حسن، ومن خلال كابتن حسام وكابتن وليد بدر، ويعني من خلال الناس اتكلموا معايا، والموضوع ما خدش اكتر من 10 دقايق، واتفقنا ان انا ابقى موجود هنا النهارده، والموضوع تم يعني بسرعة، ويعني دي حاجة طبعا حاجة كويسة بالنسبة لي، اللي أنا أبقى موجود هنا، ومبسوط جدا. طبعا هي خطوة اتأخرت كتير، كان من سنين كتير كنت ممكن أبقى موجود هنا، بس هي الظروف ما سنحتش لكده، يعني خير، ربنا يسهل إن شاء الله، وأقدر يعني أبقى عند حسن ظن الناس، وعند حسن ظن الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني طبعا والإداري. طبعا مبسوط جدا جدا جدا. يمكن يعني نادي جماهيري تاني العب له بعد نادي الزمالك، جمهور كبير جدا هنا، والبلد كلها طبعا بتحب الكوره. مبسوط جدا ان انا هنا، ويا رب اقدر اساعد الفرقه بكل ما اوتيت من قوه ان شاء الله، اللي نظر في المظهر اللي الناس منتظراه من احمد عيد. لا طبعا الفرق كبير جدا، الانديه المؤسسات والحاجات دي بيبقى طبعا الموضوع يعني استقرار، الناس بيبقى يعني ما عندهاش مشاكل مع اي حاجه، الكلام دوت موضوع عادي جدا، ما فيش طموح كبير، يعني الناس ما بيبقاش عندها طموح كبير. بالنسبة للأندية الجماهيرية طبعا الوضع مختلف تماما، يعني الجمهور بيبقى عنده طموحات، والمجلس الإداري اللي بيبقى موجود بيبقى عاوز يحقق طموحات الجمهور، والجهاز الفني اللي بيبقى موجود لازم يحقق طموحات الجمهور. يمكن هنا الموضوع مختلف بالنسبة للنادي المصري، بقى له سنتين الفرقة ماشية بشكل كبير جدا، بشكل كويس طبعا، في خلال تواجد الجهاز الفني اللي موجود طبعا ومجلس الإدارة. فبيتهيألي الموضوع مختلف كتير جدا، اللي انت تلعب تحت ضغط جمهور، دي حاجة بتطلع. انا عن نفسي واحد من الناس اللي بحب العب جماهير جدا، بحس ان امكانياتي الموجودة عندي بتطلع اكتر من ما بلعب لحاجة، يعني لحد طالع بعد الماتش، مش يعني ما كسبت زي خسرت يعني. وانا دايما من اللعيبة اللي ببقى حاطط نقط قدامي، وعندي طموح كبير لاهداف انا نفسي احققها، وان شاء الله تبقى بتشيرت النادي المصري. في الاختتام يا كابتن، حضرتك توجه كلمة لجمهور النادي المصري. بقول لهم ان شاء الله تكونوا سند وعون لينا السنه دي، واقدر احقق الطموحات اللي عندكم، احقق لكم حاجه كبيره ان شاء الله مع الفرقه ومع الجهاز الفني طبعا ومجلس الاداره، وان شاء الله نوعدهم ان احنا نبقى منافسين على البطولات السنه دي ان شاء الله.